حلو شجر. نختار القعدة اللي نروح نقعد فيها، قعدة لذيذة ولطيفة، مش بمعنى مخدرات بقى وستات وكده والدنيا مش لطيفة، لأ. قعدة لطيفة ايه؟ بتعلم حاجة مفيدة في شغلي، باخد حاجة هتضيف لي، هتخليني أحسن. فكرة مشروع مثلا كانت في دماغي، أو فكرة مشروع في دماغ حد من اللي قاعدين، فابتدي ان انا اقلده وابتدي ان انا اشتغل عليها وازود عليها، فتبتدي ان هي تنور في حتة تانية، فابتدي اعمل مشروع احسن واحسن، واطور عن الشخص اللي قال الفكرة دي فكرة بدائية مثلا. ففكر كده. مثلا برضو القعدة ما تبقاش فيها طاقة سلبية، لو فيها طاقة سلبية يعني يا تغير الكلام يا تغير الناس اللي انت قاعد معاهم بصراحة يعني. فدايما كده دايما فكر كويس قوي القعدة اللي انت قاعدها دي مفيدة ليك ولا هتضرك. يعني على حسب ما انت قاعد هتلاقي انت بتتجه قاعد في وسط مين. قاعد في وسط ناس بتفكر في ربنا، في الدين، في الصح، في الغلط، فهتلاقي نفسك بتفكر في الاتجاه ده. بتفكر في الغلط بقى وبتفكر ان هي تضر نفسها وتضر جسمها بحاجات تانية، فهتلاقي نفسك بتتجه الاتجاه ده. فدايما اختار اللي هو ايه الصديق قبل الطريق زي ما بيقولوا. فكر كده قبل ما تقعد اي قعدة هتروح تقعدها مع اي حد، متروحش تقعد مع اي حد كده، فكر كده انت هتقعد مع مين. شكرا.